بص يا سيدي، القصة كلها باختصار إن مانشستر يونايتد حالياً مش ماسك زمام الموضوع زي ما ناس كتير فاكرة، بالعكس تماماً، برشلونة هو اللي بقى المتحكم الأول والأخير في مصير ماركوس راشفورد. اللاعب رايح هناك إعارة لحد آخر الموسم، بس الإعارة دي مش عادية، دي متقفلة بشروط تخلي القرار في إيد النادي الأسباني مش النادي الإنجليزي. بعد ما مايكل كاريك مسك تدريب مانشستر يونايتد بدل روبن أموريم، بدأت تطلع كلام إن كاريك شايف إن راشفورد لازم يرجع، خصوصاً إن الفريق محتاجه فنياً ومعنوياً. بس هنا بقى تيجي العقدة. حسب اللي نشرته موندو ديبورتيفو، يونايتد مش من حقه ببساطة يقول رجعوا لي اللاعب، لأن برشلونة كان ذكي في المفاوضات من الأول، واشترط إن يكون ليه أولوية الشراء. يعني إيه الكلام ده؟ يعني برشلونة عنده بند شراء بقيمة 30 مليون يورو، ولو قرر يدفع الرقم ده كامل، مانشستر يونايتد ما يقدرش يعترض ولا يوقف الصفقة، حتى لو المدرب الجديد نفسه عايز اللاعب. الحالة الوحيدة اللي تخلي راشفورد يرجع إن برشلونة يقرر من نفسه إنه مش هيشتريه. غير كده، مفيش في إيد يونايتد حاجة يعملها، غير إنهم يمكن يحاولوا يتفاوضوا على السعر لو برشلونة فتح الباب لكده. الأهم بقى إن راشفورد نفسه، رغم إنه مش دايما لاعب أساسي، إلا إنه مرتاح جدا هناك. الجو في غرفة الملابس عاجبه، وحاسس بتقدير وثقة، وده باين بالأرقام. الراجل لعب 31 مباراة في كل البطولات، بمجموع دقائق يقرب من 1792 دقيقة، سجل فيهم 10 أهداف وصنع 11 هدفاً. أرقام مش بسيطة خالص، خصوصاً في فريق زي برشلونة. كمان في دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، راشفورد متصدر هدافي برشلونة في البطولة بالتساوي مع فيرمين لوبيز، وكل واحد فيهم مسجل 5 أهداف. ده معناه إن اللاعب مش بس بيشارك، ده مؤثر، وده بيخلي برشلونة أصعب عليه إنه يفرط فيه. فمن الآخر، موضوع عودة راشفورد مش متعلق برغبة مانشستر يونايتد ولا حتى مدربه الجديد، الموضوع كله في إيد برشلونة. لو قرروا يدفعوا ويكملوا معاه، القصة خلصت. ولو شافوا إنهم مش محتاجينه أو الرقم كبير، ساعتها بس يونايتد يقدر يستقبله تاني. غير كده، كل الكلام اللي بيتقال عن استعادته دلوقتي هو مجرد تمنيات أكتر منه واقع.